تخيل تعمل أقوى ترند بيحقق ملايين المشاهدات على اليوتيوب والتيك توك بخطوات بسيطة ومواقع مجانية. هعلمك من أول كتابة القصة وتصميم الشخصيات لعمل فيديو احترافي يحقق لك مصدر دخل شهري. اعمل لايك واشتراك ويلا بينا نبدأ الشرح. أول خطوة هنروح نفتح شات جي بي تي عشان نكتب القصة بتاعتنا، والبرومت اللي أنا هستعمله النهاردة هسيبه لكم في أول كومنت مثبت عشان تقدروا تستخدموه، بس باختلاف إنكم هتغيروا مثلا القصة في السطر الأخير ده. أول حاجة أنا أهو طالبة منه يعمل لي قصة من 30 ل40 ثانية، وإن هو يحافظ على شكل الشخصيات، وإن هو يكتب لي برومت للصورة وبرومت للفيديو. أنت هتنزل تحت هنا بتشوف أنت عايز القصة عن إيه، مغامرة الأبناء في المنزل، أي قصة في دماغك بتحطها هنا، بس كل اللي عليك اللي هتغيره إنك هتحطها هنا. وشات جي بي تي أهو زي ما أنت شايفين كتب لنا المشاهد ومقسمها لنا بطريقة احترافية، وعامل لي كل مشهد من دقيقتين ل5 ثواني زي ما أنا طلبت منه. أهو عامل لك مشهد للصورة، عامل لك برومت للصورة وبرومت للفيديو، ومقسم المشاهد بطريقة احترافية أهو عشان ما تتلخبطش. هتاخد البرومت الصورة وهنروح نحطه في موقع الصورة لوحده، وبعدين برومت الفيديو هناخده برضو وهنعمله في الفيديو، وانا هوريك الكلام ده هيتعمل ازاي خطوة بخطوة. كل مشهد ليه برومت للصورة وبرومت للفيديو الخاص بيه، خلي بالك من النقطة دي عشان مش تتلخبط. كل مشهد اهو متقسم زي ما انتوا شايفين. هنروح مع بعض نفتح الموقع اللي هننشئ عليه الصور. الموقع مجاني بالكامل. الموقع الأول ما كانش مجاني وكان محتاج VPN، بس دلوقتي بقى يشتغل بشكل مجاني. هسيب لكم رابط الموقع في الوصف. أول حاجة بيفتح معانا بالواجهة دي اللي هنصمم من خلالها شخصيات والصور بتاعة المشهد بتاعنا. عندك هنا الثلاث مربعات اللي انت شايفهم ده أول حاجة المكان اللي هنصمم فيه صور الشخصيات وأماكنهم وكل حاجة تخص الشخصية بتاعتنا. تمام. من هنا بقى هنحط برضو الأسلوب، وأنا هفهمك كل ده هتفهمه لما نشرح الخطوات. أول حاجة هنا بتيجي تلاقي دي مفتوحة بتقفلها لأن الشخصيات ما تتغيرش من كل مشهد والتاني، وده عندك مقاسات الصور. الموقع بيوفر لك كل المقاسات. يلا بقى نصمم أول شخصية معانا. هنروح عند شات جي بي تي وهنكتب وهناخد بيست للأول برومت هو كتبه لنا وهنحطه هنا، وبعدين هندوس كده. احنا هنا بنعمل شخصيات القصة بتاعتنا. اول شخصية اللي هي شخصية الام اهو، الموقع عملها لي بشكل احترافي. تعالوا نعمل شخصية تانية اهو. هنروح عند شات جي بي تي وهناخد شخصية تاني صورة معانا في المشهد وهنحطها له بيست، وهنعمل كده. والموقع برضو هيعمل لنا الشخصية التانية وهي شخصية الأب زي ما انتوا شايفين كده. تعالوا بقى نصمم الشخصية التالتة معانا اللي هي مثلا شخصية الابن. تمام. بتدوس عند علامة الزائد اللي فوق دي وهو هيبدأ يعملها لك اهو. هنحط برضو بيست وهنقوم دايسين هنا وهيبدأ بكل سهولة يصممها لك. وزي ما انتوا شايفين كده احنا صممنا شخصيات القصة بتاعتنا. هنا بقى الموقع اللي هيكون فيه القصة، سواء عايز تعمله على الموقع او عايز تحمله من الجهاز. لو انت مثلا القصة دي هتدور في اوضة النوم، في الصالة، في الشارع، في المدرسة، بتقدر تعملها من هنا. وانا هنا خلصت هنا كل الشخصيات بتاعتي وعملت الموقع اللي هيكون فيه اللي هي الأوضة بتاعت النوم والصالة. تمام. بعد ما خلصنا صور الشخصيات هنروح نعمل صور المشهد بتاعنا. تمام. هنعمل بيست من شات جي بي تي للقصة اللي هو كتبها لنا، وهنبدأ نختار المقاس بتاعنا سواء يوتيوب او شورتس زي ما انت حابب. تمام. وبعدين هنبعتها للموقع زي ما انتوا شايفين، بس لو دوستوا هنا خلي بالكوا الموقع هيمسح اللي انتوا عملتوه، هيكتب هو برومت من عنده. خلي بالك من النقطة دي. هنرجع تاني نكتب البرومت بتاع المشهد بتاعنا وهندوس هنا. دي الشخصيات الأول. هتختار الشخصية اللي موجودة في المشهد. أنا أول مشهد عندي بيتكلم عن شخصية الأم وهي في غرفة النوم، فأنا هروح أحدد على الأم وعلى ايه غرفة النوم واقوم دايسة للموقع هنا. ما ينفعش ان انا اكون محددة على كل الشخصيات. اهو الموقع عملها لنا بطريقة احترافية زي ما انتوا شايفين وما بياخدش وقت خالص، وتقدر تعمل عليه عدد لا محدود من الصور. تقدر بقى تختار الصورة اللي انت حاببها من دول او شايفها مناسبة ليك وتبدأ انك تنزلها على الجهاز من السهم الصغير ده، هتنزل معاك بكل سهولة. تعالوا بقى نروح نعمل صور المشهد التاني. تمام. اهو هنروح برضو لشات جي بي تي وهنكتب المشهد التاني اللي هو خاص بالصورة.
تمام، وهنختار المشهد ده بيدور حوالين الابن الصغير وما بين إن هو في الصالة، هنقوم محددين على الابن الصغير والصالة، كده الأسلوب بنخليه زي ما هو ونقوم باعتينها. الموقع هيبدأ يعملها لنا زي ما انتوا شايفين كده بطريقة احترافية، شكله كيوت قوي زي ما انتوا شايفين كده. بتختار الصورة اللي عاجباك وبتبدأ برضو تنزلها على الجهاز بكل سهولة. هنروح برضو نعمل المشهد التالت بتاعنا، هنفضل بقى كده نعمل المشاهد بتاعتنا كلها بنفس الأسلوب ده. تمام، وانا هنا عملت كل مشاهد القصة بتاعتي اهي، عملت كل الصور ونزلتهم على الجهاز الصورة المناسبة معايا زي ما انتوا شايفين كده. اهم حاجة ما تنساش انك تختار المقاس سواء شورتس او لليوتيوب، لان بعد ما بتخلص كل مشاهد القصة زي ما انتوا شايفين والصور طالعة معانا، المشاهد ثابتة لاننا احنا ثبتناها هنا زي ما انتوا شايفين كده. اي مشهد قبل ما تعملوه لازم تثبتوا صور الشخصيات اللي معاكم. هنروح بقى نفتح الموقع اللي هنصمم من عليه الصور دي لفيديوهات. الموقع هنا فري وبيفتح معاك بكل سهولة، وهسيب لكم رابط الموقع في الوصف. هندوس هنا عشان نعمل تسجيل دخول. عندك كذا طريقة لتسجيل الدخول، انا هنا سجلت بجوجل عادي. الموقع هنا فيه كذا حاجة تقدر تعملها من عليه، فيديو، صور، كذا حاجة زي ما انتوا شايفين. اول ما هندوس هنا على انشاء فيديو هيفتح معانا الواجهة دي. الواجهة دي هنا هنقدر من هنا نرفع له الصور بتاعتنا وهو هيحولها لنا المشاهد. الموقع بيديك اول ما بتسجل 130 وبعد كده بيديك كل يوم 30 كريدت. هنا هنحمل له الصورة بتاعتنا وتحت هنا هنكتب له برومت الصورة. اول حاجة هنروح عند شات جي بي تي ونجيب برومت الفيديو بتاعنا. تمام، ومن هنا بنختار حركة الفيديو تكون عاملة ازاي. الموقع هنا اهو عندك كذا حركة متوفرة، تقدر تختار الحركة اللي انت عايزها، وهنا شوية اعدادات بتظبطها وبعدين بتدوس يولد والموقع هيطلع لك الفيديو. الموقع فري وبيفتح معاك كل يوم، بيتجدد الكوينز بتوعك، تقدر تسجل بكذا ايميل وتاخد 130 بتوعك. هندوس هنا عشان اوريكم الفيديو مع بعض طالع ازاي. زي ما انتوا شايفين مشهد الأم، أول مشهد عندي في القصة الأم في الغرفة، وبدأ أهو كل المشاهد عملتها على نفس النظام اللي احنا اشتغلنا بيه. وزي ما انتوا شايفين خلصت كل مشاهد القصة بتاعتي بشكل احترافي. انت بقى بتختار نوع القصة اللي انت حاببها، سواء داخل البيت أو المدرسة، أي فكرة في دماغك تعملها بنفس الخطوات اللي شرحتها. على الموقع ده تقدر تسجل بيه بكذا ايميل، وهنا كل المشاهد اهي بنزلها على الجهاز من السهم ده، وهيكون معاك الفيديو كامل بعد ما تجمعهم في كاب كات. متنساش تعملي لايك واشتراك وتتابع معايا كل جديد في عالم الذكاء الاصطناعي.